بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الدوري اتوقف من بعد ماتش الأهلي كان كسب كهرباء الإسماعيلية 4-2، والزمالك اتعادل مع غزل المحلة 1-1، وكده الأهلي بقى متساوي مع الزمالك 18 بونت لكل فريق، بس الأهلي ليه ماتش مؤجل، وبيراميدز جاي من ورا ليه 3 ماتشات مؤجلة، عشان بيراميدز بس في دوري أبطال أفريقيا بيتأجل له ماتشات والكلام دوت. لسه هيقابل برضه نهضة البركان على نهائي السوبر الأفريقي، هيتأجل له الماتش التالت. وكمان منتخب مصر هيلعب يوم الأربع الجاي الساعة 7، هيلعب الأربع الجاي الساعة 7 مع جيبوتي، وبعدين هيلعب بعديها ب3 أيام هيلعب مع غينيا بيساو على مصر الساعة 10، وبعد ما الماتشين التوقف دول ينتهوا الأهلي هيلعب مع إيجي نوار يوم 17 أكتوبر، هيبقى ماتش الساعة 7 دوت مع في الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا، وبعدين هيلعب العودة. لا، هيلعب ماتش الاتحاد السكندري الاول، وبعدين ماتش الاتحاد السكندري الجوله دي الزمالك باي، يعني الزمالك باي، الزمالك هيلعب في الجوله دي، والاهلي بذلك هيبقى فرق 3 بونت على نادي الزمالك، ويبقى الاول ومتصدر الدوري عقبال ما بيراميدز يلعب ماتشاته المؤجله. وبعدين الاهلي هيلعب الاتحاد السكندري، وبعدين ايجل نوار، وبعدين بقى في ماتش جامد جدا في الدوري الانجليزي، ماتش ليفربول والمان يونايتد. محمد صلاح مستواه يا جدعان، يعني هو تأثر، هو إنسان مش روبوت، تأثر بالنتيجة بتاعت الكرة الذهبية، كل مرة يوصل الكرة الذهبية ويعمل نتائج ويعمل حاجات خرافية على المستوى الفردي وما ياخدش الكرة الذهبية. هو يعني إنسان، وزعل إن هو ما خدهاش، وتأثر مستواه اتأثر بالجايزة، عشان هو كان متعشم أوي إن هو هياخد جايزة الكرة الذهبية. بإذن الله محمد صلاح هتاخد الكرة الذهبية، بس قدام ركز على نفسك وما مفيش حاجة تيأسك، وإن شاء الله اللي جاي أحسن. والناس اللي بتنتقد صلاح أنتوا أصلا بتكرهوه، انتوا اصلا بتكرهوه، انتوا في اول فشل ليه بتنتقدوه، تقول لك هو فين محمد صلاح، فين كذا، مستواه نزل ليه، هو انتوا اصلا كنتوا بتتابعوه؟ هو انتوا اصلا، انا بقعد على القهوه اقسم بالله بشوف ناس بتشجع اي فرقه قدام صلاح ليه؟ عشان مصر زيك زيه، بس انت كاره له خير، حقد بعيد عنك، اقسم بالله العظيم. محمد صلاح مستواه هيرجع، عشان احنا عارفين ده بقاله 8 سنين يا جدعان مستواه ثابت حرفيا، 8 سنين مستواه ثابت حرفيا، جايين بعد ما مستواه وقع دلوقتي تتكلموا. هو في بداية دوري وكل حاجة، بس لسه الدنيا ما طلعتش قماش، والمكنة ما طلعتش قماش. هيلعب ماتش مان يونايتد، وإن شاء الله ليفربول هياخد دوري إنجليزي السنة دي، سجلوا عندكم اللي أنا بقوله ده، ليفربول هياخد الدوري الإنجليزي السنة دي، وهياخد دوري أبطال أوروبا، وهياخد كل حاجة السنة دي، هيكتسح أوروبا كلها السنة دي. والأهلي هيتصدر الدوري بعد ماتش الاتحاد السكندري اللي هو الزمالك مش هيلعب فيه الجولة اللي جاية دي. وهنا خلصت حلقتنا، اتمنى يكون الحلقه عجبتكم، لو الحلقه عجبتكم اعملوا لايك واشتراك، وانتظروا كل جديد. السلام عليكم.